السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ ايه ده يا ام ندى؟ ده الملح المبهر يا حبايبي. ما شاء الله تبارك الله، ده اللي هيدي لأكلك طعم وجمال وريحة مفيش بعد كده. كل اصحابك وجيرانك واهلك هيشكرولك في الاكل بتاعك. يلا بينا نشوف عملنا الملح المبهر ده ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت، جزاكم الله كل خير. ايه رأيكم في الجمال ده يا حبايب قلبي؟ ما شاء الله تبارك الله. مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا، يعني حاجات يعني بسيطة هتعمل لك كمية كبيرة تكفيكي شهرين اقل حاجة يعني. ما شاء الله تبارك الله. هنبطل رغي ونقول المقادير معايا. من كل حاجة ب5 جنيه. 5 جنيه فلفل اسود، 5 جنيه كبابة صيني، 5 جنيه كمون، 5 جنيه اللهم صل على النبي كزبرة ناشفة، حصى. ده بقى ب10 جنيه الملح الصيني اللي هيديكي طعم للملح بتاعك. تمام. ومعايا برضو ورق لوري ومعايا قرفة. لو عايزة تضيفي حبهان حطي حبهان، بس انا ملقتش. عادي يعني، بس ما تكتريش في الحبهان، يعني كام فص كده من الحبهان. تمام كده حبايبي. كل المكونات دي هفضيها كده او هحطها كده زي ما انتوا شايفين. اي طاسة عندك وابدأي كده ايه رصيها زي ما انت شايفة كده. ومعايا طبعا الملح اللي هو الملح البحري يا حبايبي الحلو. ما تجيبوش الملح اللي هو بتاع السوبر ماركت العادي ده، لا، بيكون طعمه وحش. هاتي ملح يكون حلو كده، نوع يكون كويس. بعد كده زي ما انتوا شايفين المكونات دي كده هحطها بقى ايه على النار. هنديها تحميصة كويسة. بداية قلبي فيها، ما تسيبهاش على النار عشان ما تتحرقش من تحت وتكون يعني تديكي ريحة مش كويسة. احنا عايزين ايه؟ تقليبة كده من فوق لتحت لحد لما ريحة البهارات تطلع معاكي، اعرفي ان هي كده اتحمصت. وبداية ان انت اطفي عليها النار. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، قولوا الدعاء الجميل بتاعنا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الملح المبهر ده بتعملي بيه ايه يا ام ندى؟ بصوا يا حبايبي، جميل جميل جميل. بس استخدمه لو انا مثلا محمره بطاطس برش عليها. لو انا محمره بتنجان برضو بحط عليه في دقه البتنجان. بحطه على الملوخيه، بحطه على الطبيخ. اي طبيخ عندك معلقه صغيره كفيله ان هي تخليك الطبيخ ما شاء الله تبارك الله. بحطه على المحشي، بحطه على الكباب، بحطه على حاجات كتير جدا. بصراحة جميل. ومعلقة واحدة هتغنيكي عن كل البهارات، بدل ما تجيبي كل علب البهارات اللي عندك. لا، ده هو علبة واحدة يعني كفاية. فاهمين؟ بعد كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين حمصته كويس. بدأت احط الملح عليه واحط الملح اللي هو الصيني عليه. الملح الصيني ده بيجي من عند اي عطار، اللي هو كان بيستخدموه في الافراح يعني وكده. جميل جدا وطعمه حلو. تمام. بتقلبي كده زي ما انت شايفة، وبعد كده بتجيبي الكبة او المطحنة بتاعتك وتحطي فيها. عايزة اقول لكم في المرحلة دي انا جربت الكبة. قلت ايه الكبة كبيرة يعني وكده، فهتاخد الكمية كلها مرة واحدة وهتريحني. بس للأسف ما ادتش الغرض زي ما انا كنت عايزة. يعني هي فرمت بس ما نعمتش الحاجة. فاهمين؟ يعني لها مميزات برضك وليها عيوب. هي في اللحوم تحفة. في البصل ما شاء الله. الطماطم ما بتنعمهاش للدرجة. فاهمين؟ بيكون فيها قشور يعني وكده. بصوا هوريكم شكل التوابل عاملة ازاي. قلت برضو يعني انا ممكن كنت ايه اضربها واقول الكبه صحنتها، بس انا لا، علشان خاطر المصداقيه وكده. بصوا هي ما صحنتش ليا الحاجه بصراحه. المصحنه اللي هي بتاعت الخلاط العادي تحفه، بتخليلك البهارات ناعمه زي الحرير ما شاء الله تبارك الله. هتشوفوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله، بجد تحفه تحفه تحفه. لو انت يا قمر وصلت لحد هنا حطي بقى لايك للمنى واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصل لكل جديد مني ان شاء الله. وباللايك ده يا حبايبي يعني بيساعدني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية، وبيشجعني وبحفزني، وبخلي الفيديو بتاعي يعني يوصل لعدد كبير من الناس. اللايك طبعا مش بفلوس، بس انت بتساعديني ان انا ايه القناة بتاعتي تتعرف وكده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصوا بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بفرمه فرم عادي زي ما انتوا عارفين.
يعني كذا، يعني يا دوبك تحط دي وتشيلي كده يعني لحد ما تخلصي الكمية كلها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الريحة كانت قلبة المطبخ والله العظيم، بجد تحفة. وكل اللي داق الملح بتاعي شكر فيه. يعني ما شاء الله تبارك الله، جربوه والله عمركم ما هتندموا. بجد يعني مكونات سهلة وبسيطة. كل الحاجات دي مكلفتنيش يعني، كلهم يعني في حدود 30 جنيه. هتعملي احلى ملح مبخر هيكفيك مدة كبيرة، ومش هتشتري بهارات وكده. بدل ما كل اسبوع تشتري بهارات، لا هتكفيكي يا حبيبتي يعني مدة كبيرة. عايزه اقولك والله بعمل منه وبدي لحبايبي وصحابي وكده يعني علشان ادوقهم منه. طبعا خلصت الكميه كلها ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله. يعني كميه كبيره ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. والله الريحه بجد جميله جميله. عايزه اقول لكم ان هو في المقليات، الحاجات المقليه كده بدها طعم جميل جميل فوق الوصف. بألف هنا وشفا على اللي هيجرب الملح الجميل ده. يلا اعملي يا حبيبة قلبي، ودي صحابك ودوقي جيرانك. وان شاء الله ان شاء الله يعني بصوا، كل ما انتي يعني تطلعي اي حاجة من الحاجة اللي انتي بتعمليها والله البركة بتحط فيها. والله يا حبايبي بتحط فيها، وربنا بيحط البركة في الحاجة اللي انت بتعمليها. بجد يعني انا جربت مثلا اي حاجة اعملها وادي منها اي حد، والله العظيم بيكون فيها بركة ما شاء الله تبارك الله. الناس بس هي الايام دي اتغيرت، فعلشان كده يعني الغلا والحاجات اللي احنا فيها دي مش من شوية. ناس اتغيرت من جواها، احنا عايزين نرجع زي زمان. ده يدي ده وده يدي ده كده، يعني اللي معاه يدي اللي مش معاه، عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويعني ويكون في محبة وود كده بينا. ربنا يديم المحبة والمعروف يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، كنت عملت برطمانين وحطيت في الاكياس زي ما انتوا شايفين كده. قلت بقى ايه، قد حبايبي بقى كل ما اعمل مرة يعني ابدل، ادي ناس معينة يعني. عملت قبل كده اديت صحابي، عملت قبل كده اديت اهلي كده يعني. الناس حبايبي بدي حبايبي كده يدوقوا الملح بتاعهم وندم، امال ايه. لازم ادوق حبايبي منه علشان خاطر يعني يجربوه. وبصراحة شكروا لي فيه جدا، وفي ناس عملته في البيت وبجد تحفة يعني. خلاص يا حبايبي، عملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، عمل لي كمية حلوة. ادي بقى حبايبك وصحابك وجيرانك وما شاء الله تبارك الله. بس يا حبايبي ده كان فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط وجميل جدا. اتمنى ان انا اكون فدتكم وكونوا استفدتوا منه. انا عملت الفيديو ده مخصوص علشان الناس طلبته منه واعمله فيديو منفصل. كنت عملته معاكم في فيديوهات الروتين قبل كده، بس قالوا لا يا منى ده احنا ما بنوصلوش يعني، فكده عملته لوحده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.